هاد الفطائر من سابع المستحيلات ما تجربوهمش. وصفه بزاف بنينه بزاف سهله بعجينه من اروع ما يكون، حشوه بزاف هايله وبزاف بنينه. ننصحكم تجربوا الوصفه وتبارطاجوها مع صحابكم. اول حاجه راح نحضروا الحشو في مقله، نديروا الزيت والزبده، نقلوا فيها صدر تاع دجاج ونضيفوا له الشامبينيون بعد ما يتقلى. نضيفوا له ايضا توابل راح نلقاهم في صندوق الوصف. بعد راح نضيف له نص حبه تاع بصل مقطعه الى مكعبات صغيره مع نص حبه تاع فلفل احمر. بعد ما يطيب البصل والفلفل راح نضيفوا الفرماج، نص كاس تاع كريمه سائله، نخليهم على النار لمده دقيقتين، نطفوا عليهم ونخليهم يبردوا على جهه. للعجينه راح نحتاج نص كاس تاع ياغورت طبيعي، نص كاس تاع حليب دافي، نص كاس تاع ماء دافي، نحركوهم مليح. ومن بعد نضيفوا عليهم ملعقه صغيره خميره الخبز، ملعقه صغيره سكر، وملعقه صغيره خميره حلويات. نخلطوا كلشي مليح. بعد راح نضيف كاس تاع فرينه، ونضيف ربع كاس تاع زيت، نضيف الملح، نضيف الثوم بودره راح يضيف لنا بزاف على العجينه. ومن بعد راح نكملوا نضيفوا الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على القوام المناسب. بعد ما نخلوها تخمر لمده نص ساعه راح نشكلهم الى كريات. ومن بعد راح نفتح هذوك الكريات على شكل مستطيل يكون طويل، نديروا الحشوه الجبن ونغلقوه بهذه الطريقه كيما راكم تشاهدوا، ونطيبوه في المقله. بالنسبه لطريقه الطهي تقدروا تطيبوهم في المقله ولا في الطاجين ولا ديروهم في البانينوز، تخليهم على كامل الجهات يتحمروا مليح على النار اللي تكون ما بين قليله ومتوسطه. ومن بعد تنزعوهم. هذه الوصفه ما تنساوش تجربوها وتبارطاجوها.